السلام عليكم يا أهل الطيبين، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد، واليوم الفيديو منوع وبوصفات كلش هواي. طبعا صار هواي انقطع عليكم، آسفة كلش، بس شو نسوي؟ يلا نحاول ما ننقطع حبايب قلبي. فهسه راح نبدأ وياكم بأول وصفاتنا، واليوم راح نسوي الهريسة. يعني كلش عجبتنا الهريسة. حطيت الحبية وحطيت اللحم على النار وخليتها تنطبخ، وهنا أنا خلينا لحم مالتكد نسوي تشيلي فراي. طبعا راح تقولولي ام علاوية شنو هريسة، شنو تشيلي فراي. شوفوا هسه هنا بدأت تستوي عندنا، شوف شلون صارت، شوفوا تخبل. فريدها تستوي بعد. وهنا طبعا تقريبا اخذت مني ساعة ونص واستوت تماما، استوى اللحم واستوت هي كل هالحبية. فهسه بديت اهرسها، راح اهرسها هي. طبعا اللحم انا همين طلعت من العظم، يعني خليت بس الشرح، وراح اهرسها كلها بالمهراسة. انا اقدر يعني اظل اهرس بيها بالمس مالتنا او اي شي قوي نهرس بيها، بس انا كنت خليها اهرسها بهذا الشكل. احب بيها شوية حبة، يعني ما احبها كلش مهروسة. فهسه صارت بهذا الشكل. راح نحط لها ملح، لان ما حطيتها، ما احط ملح هواية، لان هنا مرات احنا جماعتنا يحبون بيها الشكر. وهنا بما ما عندي اني دهن، فعندي الزبد الحيواني، لان تدرون مثل نقول احنا دهن الحر يطيح بالنكهة كلش طيبة. فخلينا على النار بين ما يعني صار حار وحمى زايد، وخليناه فوق الهريسة مالتنا. وهسه كملت وصارت محلاها وطعمها يخبل. هسه بس خليها شوية تفور تتلابس ويا الزبد درنا وكملت. فحبايبي راح تقولوا لي هذا الفيديو بشغلات هواية. طبعا هاي من فيديوهات شهر رمضان. انا بصراحة هواي مصورة فيديوهات، بس ما نزلتكم اياها، صارت عندي امور وما قدرت انزلها. فهذا فيديو من فيديوهات شهر رمضان المبارك. هنا عندنا اللحم بعد ما استوى زين، راح نحط له زيت ونحمسه. حبايبي اللي وصل لهنا ما حط لنا اللايك، يلا حطوا لنا اللايك، وتجدد اذا عجبتكم القناة اشتركوا بيها وفعلوا الجرس على الكل. فهنا اللحم بعد ما استوى عندنا وحمس نشف مية، عندي بصلاية ثرمتها مكعبات، وراح اخليها فوق اللحم. راح نسوي اللحم، راح نسوي تشيلي فراي عراقي. فقلت لكم هاي كانت وحدة من يعني يوم من ايام شهر رمضان المبارك. ماني ما نزلتكم اياه، فهسه راح انزله اشاركه وياكم. حلو بيها افكار تعجبكم هم باقي الايام. وتعرفون اني مسويه بورق، هم فرزت قبل رمضان، فقلت خل اقضي هم شويه بورق، لان تعرفون هي الهريسه يعني هي مكان الشوربه، اكو عالم تعتبرها مرات وجبه. فقلت خل اسوي ويا تشيلي فراي هم شويه بورق. قضينا في شي بسيط، ويعني فقلت لكم هذا كان فطورنا. هسه اقول معلاوي شنو هاي، رمضان راح وخلاص، يلا مو مشكله. قلت لكم هاي الشغلات هم تشتي تكون باقي الايام. مرات واحد بالعطله يعني يوم الجمعه تريد تسوون شغلات افكار متنوعه بالعشاء، هم هاي شغلات حلوه تفيدكم. فهنا بعد ما حمست اللحم ويا البصل، وبعد ما اللحم هو طبعا كنتم هنا هو مستوي، فرمنا هنا طماطة هنا حسب الكمية اللي تريدوها. أنا مرات أخلي وياه بتيتة وأخلي طماطة، مرات لا أخلي بس طماطة. هالمرة قلت لا أخلي بس طماطة، لأن قليت بورق حتى لا يصير كميته كلش هواي. فتقدرون هم تقلون بوتيتا وتحطون وياه. فالمهم هذا هنا كملت السفرة مالتنا، والحمد لله والشكر. سفرة شهر رمضان المبارك. شنو معلاوي هنا حطينا شوربة، لأن أكو قسم بيهم مثلا ما يقدرون ياكلون هريسة، يقولون إحنا مثلا برمضان ثقيلة. فحطيت شوربة وبورق. طبعا هاي الشوربة كانت مال قبل يوم، هذا الصمون التركي اللي يخبل. وهنا كنا مسوين عصير طبيعي مال برتقال، وهذا كان يوم من أيام شهر رمضان اللي ما صرتكم يوم ما نزلته، وحمص بطحينة. وطبعا كنت بوقتها يمكن مسوية الزلابية. فشوفوا هذا يا فيديو، يلا اللي يقول لي يا فيديو هذا يا يوم كان خليه يكتب لي. وهاي هريستنا اللي تخبل، شوفوا شلون صارت، يعني ما احكي لكم الطعم والنكهة تخبل. فأتمنى هاي الوصفات الحلوة البسيطة، فيديو قصير وبوصفتين إن شاء الله تستفادون منها. لهنا وأقول لكم مع السلامة للجميع.